بسم الله الرحمن الرحيم. فيديو جديد وحلقة جديدة واستوديو البروفيسور. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم، وعودة مرة أخرى لتحليل ماتشات النادي الأهلي. النهاردة كان عندنا مباراة النادي الأهلي ونادي الهلال السوداني في آخر جولات المجموعة اللي بتضم النادي الأهلي وكوتون سبورت وميلودي سان داونز والهلال السوداني. والمباراة كان ليها أهمية خاصة جدا، وهي كانت أشبه بالملحمة اللي النادي الأهلي استعد لها من أسبوعين كاملين بالظبط، بعد ما سان داونز عمل مفاجأة أو يعني قدم هدية للنادي الأهلي بالتعادل 1-1 مع الهلال، وبيعيد أمال النادي الأهلي مرة تانية في التأهل. النادي الأهلي ما كانش قدامه النهاردة غير الفوز، والفوز بنتائج معينة، وهي 1-0 أو بلس جونين، يعني ما ينفعش الأهلي يجي فيه أهداف خالص. النادي الأهلي وسط 50-60 ألف متفرج، ملحمة بصراحة. جمهور يشكر، جمهور بيشجع طول الماتش، جمهور غفير راح ملأ الاستاد، جمهور عمل عليه، إدارة عملت اللي عليها، كل الناس عملوا اللي عليهم. إدارة النادي الأهلي اعتذرت عن مسابقة دوري أو مسابقة كأس الرابطة. الأهلي ما شاركش أو انسحب من كأس الرابطة، استعداد للماتش ده واستعداد للتأهل وإنه يكمل البطولة الأفريقية. ماتش ما فيش يعني ظروف مهيئة للعيبة انها تأدي احسن اداء ممكن تشوفه. يعني اللعيبة دي مش متعودة على الجمهور، فلما تلاقي جمهور بيساندك بيشجعك بتطلع كل طاقاتك، بيبقى فيه رغبة اضافية غير الرغبة اللي المفروض تبقى موجودة. اللعيبة دي النهاردة المفروض حتى لو مش هتلعب لشعار النادي الاهلي، مش هتلعب للقمة عيشك، بتلعب لاسمك، بتلعب لتاريخك. اللعيبه دخلت المباراه، الاهلي كان بيمثلوا النهارده محمد الشناوي في حراسه المرمى، قلبين دفاع وهم محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، على اليمين محمد هاني، على الشمال علي معلول، في النص عمرو السوليه ومروان عطيه، قدامهم بيرسي تاو ناحيه اليمين، محمد مجدي قفشه في النص، احمد عبد القادر ناحيه الشمال، ومحمود كهربا راس حربه واحد. النادي الاهلي بدا المباراه تحس ان هو اللي ركبه بتخبط على الجيران، يعني تحس ان اللعيبه متوتره، اللعيبه مش عارفه تعمل ايه، قرارات غريبه، اللعيبه مشدوده ازيد من اللازم، بطء، ما فيش قرارات سليمه. ومع ذلك في اول 5 دقائق الاهلي بيضيع فرصه، والثانيه محمود عبد المنعم كهربا اللي عمل كره صعبه جدا، لف فيها 360 درجه وحطها يا دوب بجوار القائم الشمال. فرصه حقيقيه النادي الاهلي بتضيع مقابل ان فرقه الهلال نازله مسلمه نفسها. يعني فرقه الهلال يكفيها بس انها تتعادل او تخسر بفرق جول، ومع ذلك احنا ما شفناش الهلال مثلا متكتل دفاعيا، او ما شفناش اي افكار دفاعيه لنادي الهلال. نادي الهلال تحس انه جه الماتش وهو عارف انه خارج تمركزات غلط من كل لعيبه الهلال، ما فيش قرارات صحيحه. الهلال ما كانش ند النهارده، ولكن تحس ان في برضه لعيبه في النادي الاهلي، لعيبه تقيله مش قادره تتحرك، ما فيش قرارات صح. بتعدي ربع ساعه سيطره تامه للنادي الاهلي، ولكن مش هقول لك بدون خطوره حقيقيه، لا، في فرص حقيقيه للنادي الاهلي، كورتين لمحمود عبد المنعم كهربا، ومع ذلك برضه ما كنتش بتأدي الاداء المظبوط. بعد 25 دقيقه بالظبط احمد عبد القادر بيسقط كوره على حدود منطقه ال 18، كهربا بيستلمها بشكل ممتاز، بيهيئها لنفسه، بيطلع مدافع الهلال السوداني بره لعبه، وبعدين بيركنها لوب، تشيب لوب كده ببطن رجله في المقص الشمال لحارس المرمى، بيحرز الهدف الاول في توقيت ولا اروع. يعني احنا يمكن في ناس كتير مستغربه ان كهربا بقاله فتره بيلعب في مركز المهاجم الصريح، على اساس الاهلي اصلا كان شاريه كوينج ليفت او مكان رمضان صبحي او بديل لرمضان صبحي، ولكن كهربا في الحته دي بيتميز ان الفينش بتاعه اعلى من اي فيرود تاني، وخاصه الفينش اللي هو بيبقى على الارض او بيبقى بالاقدام، لان طبعا مهاجمين الاهلي زي ما احنا عارفينهم شادي حسين او محمد شريف مفيش العاب هوائيه، والكرات حتى الارضيه الاثنين يعني مستواهم يعني سيء جدا الفتره دي. يمكن محمد شريف احنا شفنا منه اماره، او شفنا منه اداءات مميزه خلال الموسمين اللي فاتوا، لكن شادي حسين لسه ما اثبتش نفسه، وعلى الاغلب هيمشي اخر السنه دي. المهم مش هطلع بره الماتش، الاهلي بتجيله فرصه ثانيه عن طريق مروان عطيه اللي بيشوط كره حلوه جدا بتعدي برده جنب القائم الشمال، والاهلي بيضيع اهداف حقيقيه ومحققه بالجمله. في مقابل كده الهلال السوداني ما بيعملش هجمات، ولكن بيعمل مناوشات. يعني فجاه تلاقي لاعب الهلال السوداني بينطلق، تلاقي قرارات غريبه جدا من لعيبه النادي الاهلي، في لعيبه فعلا بجد محتاجه انها تقف مع نفسها وقفه حقيقيه. في النهايه انا ليا رساله لكل لاعب في اخر الفيديو ده: الشوط الاول مجمل وبيعدي من غير
ما تحس ان الاهلي عايز يخلص الماتش من اول شوط، ولو ان الماتش سهل والماتش يخلص. وفرقه الهلال فعلا بجد فرقه تعبانه جدا، وفرقه تعتبر ما جاتش النهارده اصلا استاد القاهره. اشباح لعيبه، في مقابل كده انت عندك لعيبه مرتبكه، ومع ذلك انت متفوق في النتيجه ومتفوق برضه في عدد الفرص. ولكن خطوره الهلال من لعيبه الاهلي، من غلطات لعيبه الاهلي، من سذاجه مدافعين النادي الاهلي، من القرارات الغلط الكتيره. بيخلص الشوط الاول والحمد لله بيخلص الشوط الاول. افتكرنا بقى ان مارسيل كولر هيعمل تغييرات، يشد اللعيبه، يحصل حاجه الشوط الثاني تغير الاداء ده، لان انت خلاص وصلت للهدف المنشود، وهو انك انت جبت 1-0. لازم تلعب بشكل احسن، بشكل افضل، على اساس انك انت تعزز. حتى يقول لي ده حصل الشوط الثاني، اقول له لا، انت قعدت ربع تلت ساعه قرارات كلها غلط. خطوره من الهلال او شبه خطوره عن طريق انطلاقات اللعيب رقم 9 بتاعهم اللي هو لاليمبو تقريبا، اللي راح من ناحيه اليمين اللي لقاها مقفوله عن طريق محمد هاني وبيرسي تاو، لناحيه الشمال المفتوحه اكتر اللي هي بتاعت علي معلول، اللي كان دايما ما عندوش التغطيه اللي احنا بنقول عليها، ان علي معلول يعني مميز هجوميا ضعيف دفاعيا. فبالتالي مدرب الهلال كان ذكي جدا انه رمى اللعيب السريع ده ناحيه الشمال. فعلا كذا كره بتتلعب عرضيه، ولكن لعيبه الهلال مش بتقطع في الوقت المظبوط. كور بتعدي بشكل غريب، خطوره حقيقيه على مرمى النادي الاهلي. كره برضو من ناحيه اليمين بتيجي لفرقه الهلال، بيلعبها اللعيب على حدود 18، مش متراقب، مفيش اي حد بيلعبها، سهله جدا في ايدين محمد الشناوي. يعني لو احنا جبنا كواليتي لعيب بس محترم هيحط الكور دي جوال. خطوره فعلا على النادي الاهلي، موقف صعب. لعيبه النادي الاهلي قرارات كتير غلط، مفيش فرص حقيقيه، مفيش نجاح هجوميه. اللهم الا كره مروان عطيه اللي بيشوطها بتخبط في ايد الجول وتروح للقايم، تخبط في القايم في ظهر الحارس، وبعد كده الحارس بيطلعها باعجوبه قبل ما كهربا يكملها للجول الثاني. كولر بيعمل التغيير اللي مصر كلها نادت بيه، وهو خروج احمد عبد القادر. احمد عبد القادر اللي كان اسوأ لاعبي الماتش، يعني سيء لدرجه ان ما عملش حاجه ايجابيه صح، غير انه سقط الكره بس اللي كهربا في الجول الاولاني فقط. ما عملش اي حاجه، قراراته كلها غلط، تمريراته كلها غلط، ترقيصاته كلها مقطوعه. ما فيش لعبه واحده اللي احمد عبد القادر بيعملها مظبوط. طلع احمد عبد القادر، نزل حسين الشحات، وطلع محمد دي قفشه برضو السيء جدا اللي ما فيش ايجابيه منه، ونزل حمدي فتحي. طب التغييره دي بتاعت حمدي فتحي افهمها انه يقفل نص ملعب، وتغيير حسين الشحات عشان ينشط الناحيه الشمال، الناحيه الهجوميه. ما بتعديش دقيقتين ثلاثه بيرسي تاو المتالق الفتره اللي فاتت، وانا نفسي اشوفه متالق كده دايما، بيقطم من ناحيه اليمين، بينطلق ناحيه اليمين ويقطم على جوه، وبعد كده بيعمل ثرو باس. ولا اجمل ولا اروع لحسين الشحات اللي قطع في الوقت المناسب بيحطها جول التاني، واذا تبقى 2-0 وكالم داون بقى. خلاص انت وصلت وعززت وتلعب صح. برضو مش هقول لك ان الاهلي لعب الاداء، يعني فرقتين بيلوشوا تمام، ومع ذلك انت قدرت انك انت برضو تعزز بالجول الثالث عن طريق مروان عطيه اللي بيعمل كوره متسقطه لحسين الشحات. واجمل ما في الهدف ده توقع حسين الشحات ان الكره هتعدي من مدافع الهلال. تحس ان حسين الشحات واقف مهيئ نفسه ان الكره هتجيله، استلمها، والاستلامه هي الجول الحقيقه. بصراحه استلمها بشكل ممتاز، وبعد كده موه وفتح لنفسه الجول وحطها بسهوله جدا، ويبقى الجول الثالث والنادي الاهلي بيكسب 3-0. 3-0 النتيجه في ظاهرها نتيجه ممتازه. اجمل ما في المباراه دي الثلاث اهداف، الثلاث اجوال الحقيقه فيهم كوره، فيهم متعه، فيهم لعب. لكن عدا ذلك اللي اتفرج على الماتش كله هيعرف ان جمهور الاهلي اتحرق دمه لوقت كبير جدا من المباراه، يمكن لحد ما وصلت النتيجه ل 3-0. انت قاعد مشدود على اعصابك، ما عندكش ثقه كافيه وكامله في اللعيبه الموجوده دي. تقييم اللعيبه، انا هقيم اللعيبه بالمجمل. محمد الشناوي 5/10. في كام كرة كده او في كرة واحدة طلع يمكن عليها بشكل خاطئ، ولكن عدا ذلك هو ما اختبرش اختبار حقيقي. محمد عبد المنعم 6/10. رامي ربيعة 5/10. محمد هاني 3/10. علي معلول 3/10. نص الملعب مروان عطية 7/10. عمرو السولية 2/10. بيرسي تاو 8/10. قفشه 0. قفشه 0 الحقيقه، ما اقنعنيش، ما عملش واجبات مركزه لا دفاعيا ولا هجوميا، ولا عمل اسيستات ولا اي حاجه. كور سهله جدا. احمد عبد القادر 0 بصراحه. كهربا 4/10. ده بالنسبه للعيبه الاساسيه. اللعيبه اللي نزلت: حمدي فتحي 5/10. حسين الشحات 8/10. محمد شريف 0.
اليو ديانج لم يختبر، يعني ما اقدرش ادي له تقييم حقيقي. هو وخالد عبد الفتاح برضو اللي بينزل مكان محمد هاني في الاخر برضو لم يختبر، يعني ما اقدرش ادي له تقييم. رساله للاعيبه النادي الاهلي، الماتش عدى، انتوا المفروض تشكروا سان داونز. جمهور الاهلي المفروض ما ينساش ان الاهلي اتاهل مش بايده فقط ولكن بمساعده سان داونز. ماتش الخمسه بتاع سان داونز كان ماتش فيصلي، لازم نقف عنده، لازم نقف على الاخطاء الكارثيه في الفرقه. مش معنى انك انت صعدت انك انت كويس، لا، الظروف خدمتك برضو. الفرقه محتاجه فعلا بصه حقيقيه للمدير الفني مارسيل كولر. عن نفسي انا مقتنع بافكاره، ولكن عندي تحفظ كبير جدا على انه ما بيعرفش يغير اداء لعيبه في وقفته. يعني مانويل جوزيه كان بيقف على الخط يعرف يشد اللعيبه، لا، تحس ان مارسيل كولر مدير فني طيب. حتى انت شايف ان يعني مش عيب ابدا ان انت تعمل تغييرات في الشوط الاولاني طالما اللعيب مش بيأدي، مش بيديك الانتاج الحقيقي اللي انت مستنيه. واحد زي احمد عبد القادر النهارده بعد ثلث ربع ساعه، نص ساعه بالكتير، طلعه. باين قوي ان هو اوف داي، وباين قوي ان هو مش بيطبق تعليمات، وباين قوي ان هو سيء. عمرو السولية النهارده كان مجهد، او تحس ان هو، طبعا عمرو السولية راجع من اصابه، فهو عمرو السولية بدنيه مش قد كده، قراراته برده مش مظبوطه. وما تعودناش على عمرو السولية بالمستوى المتدني ده بصراحه. محمد مجدي قفشه لازم يراجع حساباته، لازم يراجع حساباته هو ومحمد شريف بصراحه. اللعيبه دي لعيبه كربها بينزل، لعيبه ما قدرتش تتعامل مع نجوميه، لعيبه ما قدرتش انها تستحمل ضغوطات النادي الاهلي. تألقوا لموسم او موسم ونص مع النادي الاهلي، ولكن عدا ذلك تحس ان اللعيبه كربها في النازل. اللعيبه بتلعب على التاريخ، سواء محمد مجدي قفشه بيلعب على القضيه لحد النهارده، ومحمد شريف بيلعب على الموسم الاستثنائي اللي عمله موسم 2020 2021. والكره متغيره، والكره ما بتديش مساحه للعيب المتهاون المتخاذل او اللي مستواه متدني انه يستمر كتير في الملاعب. الكره كل يوم فيها ابديتس، الكره كل يوم فيها تطورات، وكل يوم مستوى اللعيبه بيطلع وينزل عامله زي البورصه. فبالتالي لازم الفرقه بتراهن على الحصان الكسبان مش الحصان الخسران. ما بتفتكرش اللعيب ده عمل ايه امبارح، بتفتكر هو النهارده حالته ايه. لعيبه النادي الاهلي محتاجه انها تراجع حساباتها. الماتش عدى بسلام، الناس كلها كانت معاك، الظروف كلها اتهيأت، الاداره ما بخلتش باي حاجه، الجمهور ما بخلش باي مجهود، الدنيا كلها كانت وراكم عشان تعدوا النهارده. النادي الاهلي عدى، مبروك وكل حاجه، ولكن انت عندك جوله افريقيه قادمه اصعب بكتير جدا 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 من اللي انت كنت فيها. هتقابل الترجي، هتقابل الوداد، هتقابل الرجاء، والفرق دي ما بتهزرش، الفرق دي ما بتهزرش تماما. مش معنى كده ان الفرقه دي قويه ومرعبه، معنى كده ان انت بس محتاج انك تركز وتلعب كرة مظبوطة، وتلعب بروح قبل اي حاجة، تلعب بروح الفانيلا الحمراء، بروح التيشيرت، تلعب عشان اكل عيشك، تلعب عشان تحافظ على اسمك، عشان تحافظ على الفلوس اللي انت بتاخدها. لكن ما ينفعش المستوى اللي هو النايم ده الطري ده، لا. مش هن نتيجة الماتش النهارده ما تخدعناش. انا بطلع اقول الكلام ده وانا مقتنع تماما بيه، ولو انت كنت مقتنع ان الاهلي كان كويس، يا ريت تكتب لي وتقول لي الاهلي كان كويس في ايه، او ايه اللي عجبك في الماتش. ده كل اللي عندنا النهارده. مره ثانيه بعتذر طبعا على الغياب الطويل، ولكن هو في الحقيقه ما كانش فيه ماتشات للنادي الاهلي. نشوفكم ان شاء الله في حلقات مقبله. استنونا بعد ماتش الاهلي وغزل المحله في الدوري يوم الاربعاء ان شاء الله. تصبحوا على خير، السلام عليكم.